ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا النهاردة هعمل معاكم قرع عسلي. زي ما انتم شايفين كده انا مسكته وقطعته وقشرته وبشرته بالطريقة دي. عايزة تعمليه قطع ماشي، عايزة تبشريه كده ماشي. اللي يريحك اعمليه، بس انا بصراحة لما بعمله بشر كده ما بياخدش وقت مني في السوا، بيستوي على طول وفي نفس الوقت ما بياخدش وقت خالص. زي ما انتم شايفين كده. دي تقريبا كده الكمية اللي معايا 1.5 كيلو من القرع العسلي. هنزل عليه ب كده تقريبا كوباية سكر وهحطها كده عليه بالطريقة دي، وهمسكه اقلبه كله في بعضه عشان خاطر القرع العسلي كله يتغلف بالسكر. هقلبه كله وهرجع له. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، انا خلاص قلبت القرع العسلي بالسكر كله. انا هسيبه دلوقتي في التلاجة لمدة ربع ساعة بس لحد ما ينزل المية بتاعته، وهوريكم انا هعمل فيه بعد كده. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، انا مسكت القرع العسلي سلقته. بعد ما طلعته من التلاجة قعد ربع ساعة كده في التلاجة لحد ما خرج المية بتاعته. وقمت حطاه على النار لمدة 10 دقايق على النار. وبعد كده بعد ما طلعته من على النار حطيته في قلب مصفى بالشكل ده عشان خاطر اصفي المية بتاعته، عشان خاطر اعمل بالمية اللي هي دي بعد ما صفيتها اهي اعمل بيها البشاميل. دلوقتي انا هحط على القرع العسلي شوية جوز هند. طبعا انتي المكسرات دي حاجة يعني اللي انتي حباها، عايزة تحطي زبيب، عايزة تحطي جوز، عايزة تحطي اي حاجة انتي حباها المتوفر عندك اعمليه. انا هحط جوز هند وهحط كمان معاهم يعني تقريبا كده معلقة قرفة، مش هحط غير كده. هقلبهم في بعض وارجع لكم. انا دلوقتي قلبت جوز الهند والقرفه في قلب القرع العسلي. ودلوقتي هعمل معاكم البشاميل اللي هحطه على القرع. زي ما انتم شايفين كده انا هنا محضره معلقتين سمنه كبار، هحط عليهم بردك معلقتين دقيق. هحط معلقتين الدقيق معلقتين كبار، ادي واحد وادي التانية. هقلبهم بقى في بعض بالمضرب لحد ما يستووا في السمنه وهرجع لكم. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي انا خليت الدقيق يستوي في قلب السمنه. هنزل بقى باللبن واحده واحده عليه، بسم الله، وهبدا اقلب. هبدا بقى احط اللبن تدريجيا حبه بحبه لحد ما اخد القوام اللي انا عايزاه. زي ما انتم شايفين كده احط كمان تاني شويه لبن صغيرين كده، وهبدا افك بقى البشاميل واحده واحده. هبدا افك واحده واحده وارجع لكم. زي ما انتم شايفين انا حطيت اللبن، هو لسه كريمي اهوت. هبدا بردك لسه افكه بميه القرع بقى اهو. هبدا انزلها عليها كلها، وبردك هتاني اقلب واحده واحده اهو. هبدا بقى اعلي النار عشان انا كنت موطيه النار. هعلي بقى النار شويه اهو. هستني بقى اقلب فيه لحد ما يبدا يغلي. هحط له بقى كمان سكر وشويه فانيليا صغيرين. وكده خلاص يبقى البشاميل بقى ايه كويس معايا. هحط له سكر وفانيليا وارجع لكم.
انا دلوقتي هبدا احط الفانيليا اهيت، وهحط بردك سكر. حطي بقى السكر حسب الرغبه بتاعتك، انا دولت بالنسبه لي كويسين. وهبدا اقلب. هو بدا يخش في مرحله السوى، يغلي البشاميل اهو. انا بقى هسيبه لحد ما يبدا يغلي على النار، واوريكم هعمل ايه تاني. وده كده البشاميل بعد ما خلصته. وهنا كده كمان القرع العسلي. انا محضره هنا قارب بايركس زي ده، هو بيدخل الفرن ودهناه بمعلقه سمنه. ديت اختياري، عايزه تتنيها ماشي، مش عايزه دي حاجه ترجعلك. وكمان محضره هنا بردك معايا برامين صغيرين، وبردك دهناهم بمعلقه سمنه. انا دلوقتي هاخد من القرع العسلي واحط في قلب البايركس. شايفين كده يا حبايبي، انا هاخد اهوت من القرع العسلي، وهبدا اوزعه في قلب ال الصينيه بتاعتي اهو، زي ما انتم شايفين كده. هحط الكميه بتاعتي وهرجع له. زي ما انتم شايفين كده، انا حطيت القرع العسلي اهوت في الصينيه وسويته كده بالمعلقه، وبردك في البرامين الصغيرين اللي هما معايا. هبدا دلوقتي انزل بالبشاميل اهوت على في الصينيه بتاعتي. زي ما انتم شايفين كده اهو. هحط بقى البشاميل بتاعي في قلب الصينيه وهرجع لكم. انا خلاص حطيت البشاميل على القرع العسلي بتاعنا. في الحاله دي انتي لو حابه تحطي سمنه على الوش او قشطه او مكسرات او اي حاجات من دي، مفيش مشكله. بس انا بصراحه ما بحبش احط اي حاجه على وشها، انا بكتفي بس بالسمنه اللي انا حطيتها في قلب البشاميل. انا دلوقتي مولعه الفرن على درجه حراره 180. هحطها بس تاخد وش كده والبشاميل يندمج مع القرع العسلي، وهطلعها. وزي ما انتم شايفين كده، انا طلعت القرع العسلي كده من الفرن اديته الوش ده. كنت ولعت الشوايه لحد ما عمل الوش ده، وده كان شكله بعد ما طلع. يا رب كده الفيديو يعجبكم، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.